السلام عليكم. أريد التعليق على ما أسمته وزارة التربية الوطنية دعم تربوي خلال الفترة البينية. والوزارة هنا كانت تقصد الدعم الاستدراكي، يعني أن تقدم بعض الأشخاص يقدمون الدروس التي ضاعت من التلاميذ خلال أيام الإضراب. فلا يعقل أن درسا لم يتلقه التلاميذ كلهم وتأتي وزارة التربية الوطنية وتختار تلاميذ ضعاف أو المتعثرين وتقدم لهم هذه الدروس دون التلاميذ الآخرين، لأنه كما علمت أن المديريات طلبت من المديرين مديري المؤسسات التعليمية لائحة بأسماء التلاميذ الضعاف، والمديرين نفسهم طلبوا من الأساتذة لائحة بأسماء هؤلاء. فوزارة التربية الوطنية هنا تريد فقط طمأنة الآباء والأمهات على أبنائهم على أساس أنهم تلقوا الدروس وتم تعويض الدروس التي لم يتلقوها من قبل. وهنا أريد أن أقول كلمة، وهي أن هؤلاء أصحاب البريكول كما سموهم هما، كما سموا راسهم، أن الأستاذ لا يمكن تعويضه، مثله مثل الممرض، مثل الطبيب، مثل الحداد ولم لا، ومثل المحامي ومثل القاضي. لا يمكن أن تعوض الأستاذ بأي كان. وأسأل بعض المفتشين وبعض مديري المؤسسات هل هم راضين على هذا الوضع؟ هل هم راضين على هذا الوضع؟ زد على ذلك تواجد هؤلاء الأطفال في المؤسسات التعليمية خلال الفترة البينية، يعني بالنسبة للتلاميذ عطلة. تلميذ خصو يمشي يرتاح، يكون في داره، ما خصوش يكون في المؤسسة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أريد أن أتساءل، نحن اليوم في حاجة لكم من حصة دعم حقيقية كي نصحح الأخطاء التي أخذها الأطفال، الأخطاء التي كتبت على السبورات والتي قيلت شفهيا وأخذها الأطفال. كيف يمكن أن نصحح هذه الأخطاء؟ هذا من جهة كذلك. ثم أقول لنساء ورجال التعليم: ارفعوا رؤوسكم عاليا. إن كانت عندكم لائحة مطالب سابقا، فاليوم يمكنكم أن تضاعفوا هذه المطالب، يمكنكم أن ترفعوا السقف عاليا، لأن ما قامت به الوزارة أثبت أن الأستاذ لا يمكن تعويضه إلا بأستاذ كفء، إذن فهكذا تكون الوزارة قد أعطتكم الضوء الأخضر كي ترفعوا من مطالبكم. إن كنتم تطالبون بمبلغ مالي كزيادة في الأجر، فاليوم يمكنكم أن تضاعفوه، لأن الأستاذ هو الأستاذ والأستاذة هي الأستاذة، لا يمكن تعويضه بأي كان. والسلام عليكم.